أرجع التقرير هذا النجاح إلى التنظيم المغربي المتميز، حيث أكد أن المغرب قدم نموذجاً يحتذى به في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، بعدما أظهر قدرة عالية على إدارة بطولة بحجم كأس إفريقيا بكفاءة واحترافية كبيرتين. فقد ساهمت البنية التحتية المتطورة والمتكاملة من ملاعب حديثة ومرافق لوجستية متقدمة وشبكة نقل فعالة في توفير أفضل الظروف للمنتخبات والجماهير ووسائل الإعلام، مما كان له دور حاسم في إنجاح البطولة وتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق. وأضاف التقرير أن الارتفاع الملحوظ في قيمة حقوق البث التلفزيوني والتسويق انعكس بشكل مباشر على زيادة المداخيل المالية للبطولة، ما عزز من قوتها الاقتصادية وجاذبيتها على المستوى القاري والدولي. كما أن توسع قاعدة الشركاء والرعاة لتصل إلى 23 جهة شكل عاملاً أساسياً في توسيع دائرة الدعم والاستثمار، وأسهم في رفع مستوى الإشعاع الإعلامي العالمي، وجعل البطولة تحظى بتغطية واسعة وانتشار غير مسبوق عبر مختلف المنصات. وأشار التقرير كذلك إلى أن دخول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف مجال الرياضات الإلكترونية يعد خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى مواكبة التحولات الرقمية العالمية واستقطاب فئات شبابية أوسع، وتعزيز مكانة كأس إفريقيا كعلامة رياضية متجددة وقادرة على التطور، وهو ما من شأنه توسيع قاعدة الجماهير وربط البطولة بعوالم جديدة من التفاعل والمنافسة، بما يرسخ حضورها ويزيد من تأثيرها على المستويين الإفريقي والعالمي. وفي السياق ذاته شدد التقرير على أن هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة رؤية استراتيجية واضحة تبناها المغرب تقوم على الاستثمار طويل المدى في الرياضة كرافعة للتنمية الاقتصادية والسياحية والثقافية. فقد مكن التنظيم المحكم والالتزام بالمعايير الدولية من تعزيز ثقة الهيئات الرياضية القارية والدولية، وفتح آفاق جديدة أمام استضافة تظاهرات كبرى مستقبلاً، سواء على مستوى كرة القدم أو باقي الرياضات. كما أبرز التقرير أن البطولة شكلت فرصة لتسويق صورة إيجابية عن المغرب كبلد قادر على الجمع بين الحداثة والأصالة، وبين الكفاءة التنظيمية وحسن الضيافة، وهو ما انعكس على الإقبال الجماهيري الكبير والحضور الإعلامي المكثف من مختلف دول العالم. وساهم هذا الزخم في تنشيط قطاعات موازية مثل السياحة والفندقة والنقل والخدمات، مما عزز الأثر الاقتصادي الشامل للحدث. واختتم التقرير بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يعد محطة مفصلية في مسار كرة القدم الإفريقية، حيث أرسى معايير جديدة للتنظيم والتسويق والابتكار، وجعل من كأس إفريقيا بطولة أكثر تنافسية وجاذبية. كما اعتبر النجاح المغربي دافعاً قوياً لباقي الدول الإفريقية للاستثمار في البنية التحتية والحوكمة الرياضية، بما يخدم تطور اللعبة ويرفع من مكانة القارة على الساحة الكروية العالمية.